ركزي معايا، الفيديو ده مهم جدا. ازاي تقوي شخصيتك وتغيريها 180 درجة علشان تقدري تتعايشي مع زوجك النرجسي. اول حاجة، ما تبقيش رد فعل لافعاله، تبقي قرار. ده هيقنعه جدا. النرجسي بيعيش على تعبك، على انفعالك، على خوفك. اول ما تبطلي تدي ده هو بيتلخبط. تاني حاجة، علشان تقوي شخصيتك بطلي الصوت العالي والردود الغلط. الشخصية القوية هي واحدة عندها ثبات انفعالي، فاهمة هي بتقول ايه، صوتها هادي، ما تبررش لنفسها. ثالث حاجة، بطلي تستني التقدير منه، بطلي تطلبي انت عايزة ايه ومحتاجة منه ايه، لانه بيستمتع وهو شايفك محتاجة حاجة وهو مش بيديهالك. رابع حاجة، كلمة لا تطلع من غير تبرير. سكوتك يبقى تقيل، وجودك يبقى محسوب، حدودك تبقى واضحة زي الشمس. مش لازم تثبتي انك صح لانه مش هيسمح لك، فريحي دماغك. ولا تكسبي كل نقاش لانه استمتاعه في المجادلة وانه يفرض رأيه حتى لو غلط. ولا تردي على كل استفزاز، اقوى رد هو انك ما ترديش. خامس حاجة واخر حاجة واهم حاجة، التغيير الحقيقي 180 درجة مش انك تعملي نسخة قاسية من نفسك، لكن نسخة واعية، نسخة محدش بيتحكم فيها، نسخة ما بتتكسرش. لازم تكوني فاهمة ان اللي يقلل منك لازم يعرف قيمتك، يا يتشال من قلبك وعقلك وحياتك. وافتكري دايما، النرجسي بيخاف من الست اللي مش محتاجاه، اللي مش مستنية منه حاجة، اللي عارفة قيمتها كويس. واخر كلامي، احفظي الكلام ده كويس، انا ما اتغيرتش علشان اوجعك، انا اتغيرت علشان ما توجعش تاني. واللي ما يعرفش يتعامل مع شخصيتي القوية يبقى عمره ما حب ضعفي. انت كانت قوتك في ضعفي.